مكملين كلامنا في حلقتنا النهارده عن الثقة بالله عز وجل مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا الله شيخ. يخليك ويحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. الحمد يا لله رب. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تستبنا، اللهم ما أعطيتنا اللهم آمين. احنا كنا بنتكلم على مسألة الثقة، واحنا في النهاية يا أستاذة دعاء لما نيجي نقرأ القرآن الكريم نجد إن ربنا لما قص القصص كل ده ليه؟ أولا لتثبيت فؤاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وعشان ناخد احنا كمان العظة ونثبت أفئدتنا. فده مهم جدا نثبت قلوبنا دي ونبدأ ناخد العظة من القرآن الكريم من القصص، وإلا ما بقاش لها فايدة يعني. فلماذا قص الله؟ واحنا عندنا تلاقي القرآن 600 آية بس أحكام، ولا 800 آية كما قال ابن العربي، وبقية ال 6236 تتكلم في الأخلاق والقصص وإلى آخره. فمثلا هقول لك مثال ونشوف يعني قمة الثقة بالله تبارك وتعالى، اللي أنا أعتمد اعتماد كلي على الله رب العالمين مع الأخذ بالأسباب. فربنا مش هيضيعك، وربنا مش هيضيع، خلاص هو كتب لك رزق، فاسعى بس اسعى. ولكن في النهاية القلب ساكن على مين؟ على الأسباب ولا على الله؟ على الله. خلاص. سيدنا إبراهيم مسك المشركين بهدلهم بجد يعني، وبدأ يستهزأ بيهم، وبدأ يسفه منهم ويقلل من شأن المشركين أصلا، ويقول لهم انتوا ناس أي كلام. إزاي بقى؟ مسك الأصنام هدها، وبعدين فضل الكبير بتاعهم وبدأ يستهزئ ويقول لهم هو ده ويبدأ يعمل كده سيدنا إبراهيم. وبعدين يقولوا له انت في ايه؟ فبدأ يقول لهم بقى دي عقولكم يعني، والقصة معروفة. فقال له طيب خلاص، ده انت تستاهل بقى اللي هنحصل فيه. يجمعوا الحطب ويضرموا النار في الحطب، ويعني كان حاجة نار عظيمة جدا جدا، ويحطوا المجانيق، ويعني بص انت اخرتك خلصت. ويجيبوا ابراهيم ويحطوا. الشاهد ابراهيم راح فين دلوقتي؟ في الوقت ده راح فين؟ الله يرحمك يا ابراهيم. مش ده الناس هتقول كده؟ دخل في النار. انتهت المسألة. الله يرحمك يا ابراهيم. فواحد يقول له اسكت اسكت، ان شاء الله هينجو ان شاء الله، تعالوا ندعي له دعوه كده. هيقول ايه؟ انت مجنون يا ابني، خلاص انت راح. كنا نار كوني برضا ايه؟ وسلاما على ابراهيم. ايه ده؟ بس لما سيدنا جبريل كما قال الامام البغوي لما جاله قال يا ابراهيم، قال له ايه؟ نعم. قال الك الي حاجه؟ قال اما لك فلا، وأما إلى الله فنعم. ثم قال حسبي من؟ الله ونعم الوكيل. يعني إيه ده؟ للدرجة دي؟ طبعا للدرجة دي. يبقى الثقة بالله إن ربنا مش هيضيعني. طيب ناخد مثال تاني. دايما نتكلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا وراحوا الغار وبتاع والقريش. إحنا لما بنروح مكة ونروح نشوف الغار ويقولوا هنا يا جماعة غار ثور ده اللي النبي استخبى فيه عليه الصلاة والسلام، يا سلام حلو قوي الغار ده، ونصور ونعمل وبتاع طب انت استفدت ايه؟ ايه العظة اللي انت خدتها؟ ولا حاجة. لكن لما تعرف ان ده طلعوا النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 700 متر، ويبدأ النبي في السن ده عليه الصلاة والسلام عمره 53 سنة، وبعدين يدخل فتحة الغار دي، وبعدين سيدنا أبو بكر معاه، وبعدين يقول له كما في عند البخاري، يقول يعني يا رسول الله ده لو واحد بس بص تحت قدميه لأبصر. يقول هو سيدنا أبو بكر يقول كده والمشركون على رؤوسنا، أقدامهم على رؤوسنا. يعني إيه على رؤوسنا؟ يعني هم خلاص عند رؤوسنا، خلاص وصلوا لينا، ما خلاص بقى هم شافوا، إحنا انكشفنا. فيجي يقول لو بس تحت قدميه لرآنا. فيجي النبي، هو سيدنا أبو بكر بالمناسبة هو كان خايف على نفسه؟ لا. امال بيقول الكلام ده ليه؟ خوفا على رسول الله. يعني هو اصلا مش خايف على نفسه، يعني هو يمسكون انا ما عنديش مشكله، لكن يمسكوا النبي لا، فداك ابي وامي يا رسول الله. ده حقيقه الحب بالمناسبه يعني. ويجي النبي عليه الصلاه والسلام يطمنه، يقول له عادي عادي، ايه رايك؟ احنا كام؟ قال له احنا 2. قال له مين الثالث بتاعنا؟ الله. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وبعدين يقول له لا تحزن ان الله ايه؟ يا لا الله على كلمة إن الله معنا دي. يا الله معنا. فمن كان الله معه فمن عليه. لو اجتمع عشان كده احنا مهم جدا ان احنا نتعرف على السيرة بالطريقة دي. وبعدين يقول
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طب وعشان ينفعوك مستحيل والله إلا بشيء قد كتبه الله لك. جفت الأدام ورفعت انتهت. ده مين سيدنا النبي؟ احنا محتاجين نحفظ ده. فيجي يقول له ايه رايك؟ لا تحزن ان الله ايه؟ ان الله معنا. فاحيانا بعض الناس يقول انا خايف على مستقبل ولادي وبتاع، مش شغال وزي الفل وكويس، عادي يعني، بس قلقان برضه، مش في رب هو خلقهم ورزقهم بس انا برضه عندي قلق كده وبتاع. فاللي زي ده هنقول له قال الله وقال رسوله. طيب ماشي مقتنع. في يوم من الايام دخل واحد اسمه مقاتل ابن سليمان لما الخليفة المنصور ولي الخلافة، وبعدين دخل عليه مقاتل ابن سليمان فقال الخليفة المنصور أبو جعفر يقول له إيه؟ يقول له عظني يا مقاتل. قال أعظك بما سمعت أم بما رأيت؟ باللي سمعته ولا باللي شفته؟ قال له لا باللي شفته. قال له طب اسمع. هو عاوز يقول له شوف بقى الكلام ده الشاهد بقى احنا نربي اولادنا ازاي ويكون عندنا ثقه في الله عز وجل. دايما نقول يا رب ربي لنا اولادنا. ايوه. فهو دخل عليه وقال له كلمتين حلوين قوي. قال له خلي بالك انا شفت عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك الاثنين خلفاء. قال له طب تمام. قال له بس لما شفت عمر بن عبد العزيز كان بيخلف 11 ولد، ولما جه يموت التركه بتاعته كلها 18 دينار، 5 دنانير اشتروا بها قبر كفنوه بيها، و4 دنانير اشتروا بها قبر، يبقى كده كام؟ قال له 9. قال له كويس، من 18 يتفضل كام؟ قال له 9. قال له ال9 دي اتقسمت على ال11، 9 دنانير على ال11. قال له تمام. قال له شفت هشام بن عبد الملك وبرضه خلف 11 عيل، بس لما مات نصيب كل عيل من ولاده 1,000,000 دينار. ايه رايك؟ 1,000,000 دينار. التاني مش محصل اقل من دينار. ثم قال ورأيت والله يا أمير المؤمنين في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز اللي ما كانش معاه ده، أحد أبناء عمر بن عبد العزيز قد اشترى 100 فرس وتصدق بها في سبيل الله. ورأيت أحد أبناء هشام بن عبد الملك يتسول في الأسواق. لا حول ولا قوة إلا بالله. معاه كام؟ كان معاه كام؟ 1,000,000. وده الثاني سبحان الله. طب إيه اللي وصله للكلام ده؟ قال له لما جه يموت عمر بن عبد العزيز فقال له كده، يقول له بقى للخليفة المنصور، يقول له لما جه يموت عمر فالناس حواليه سبت لأهلك إيه بقى يا عمر بن عبد العزيز لأولادك؟ فقال تركت لهم الله ورسوله. طب فين الفلوس؟ الفلوس فين؟ فقال عمر بن عبد العزيز يقول إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين. لو ولادي هم يعني ما فيش هنعمل يعني هسرق، ما فيش الا دول. كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك مالا يستعينون به على معصية الله عز وجل. يا ناس يا اللي عمالة تقول نجيب ونهلب ونعمل ونسرق وننهب ونشهد زور ونشهد على ده بالزور ونقول قول الزور، بس هات فلوس يا حبيبي هات. ما هي دي نار. نار يا حبيبي في الآخر، قبرك بيشتعل عليك نار والله، وولادك ما بينفعوش أبدا. ففي النهاية هو المال الحرام ما بينفعش نهائي. يقول لك أنا بجمع إيه يا مولانا؟ يقول لك ما علينا يعني. يقول لك دخل الحرام على الحلال ايه بقى؟ عشان يكتروا كده ويخليها حاجه اكلوا. فدخل الحرام على الحلال فبعثره. ايوه، يعني الحرام بيدخل على الحلال ياكلوا هم عارفين. طبعا. يا رب ارزقنا من حلال جميعا يا رب، رزق طيب حلال وفير يا رب. امين. احنا واولادنا وذريتنا يا رب وكل الناس.